العالم مليان دول كتير معروفة أو حتى مش معروفة، وكل دولة بتكون متقسمة محافظات أو ولايات، والمحافظات دي بتكون متقسمة لأحياء، وبعدين بتفضل تصغر تصغر لحد لما تبقى مناطق سكنية صغيرة. مثلا كل دولة بتبقى عبارة عن كيان، يعني بيكون ليها حكومة وجيش وعملة علشان سكانها يعرفوا يتعاملوا في البيع والشراء. كل ده عادي وطبيعي، لكن اللي مش عادي إن في دول مستقلة وليها حكومتها الخاصة وجيشها وعملتها كمان، بس في نفس الوقت محدش معترف بيها في المجتمع الدولي الرسمي. أهلا بيكو، ويلا بينا نتعرف على دول غير معترف بيها. تعالوا كده الأول نعرف يعني إيه دول مش معترف بيها. الدول اللي مش معترف بيها هي عبارة عن كيانات سياسية بتعلن استقلالها وبتدير شؤونها كدولة مستقلة، لكن هي مش بتحظى بالاعتراف الرسمي من الأمم المتحدة أو معظم الدول الأعضاء. وعدم الاعتراف ده ممكن يكون لأسباب سياسية زي النزاعات الإقليمية أو الاعتراضات من دول تانية. وبالرغم من وجود مؤسسات حكومية وجيش وعملة، بس برضو الدول دي بتبقى بره المجتمع الدولي الرسمي. من ضمن الدول اللي مش معترف بيها في المجتمع الدولي الرسمي هي ترانسنستريا، وهي منطقة انفصلت عن مولدوفا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبتعتبر نفسها دولة مستقلة. وبالرغم ان معظم العالم بيعتبرها جزء من مولدوفا، بس هي ليها عملة خاصة وجيش وحكومة، بس محدش معترف بيها رسميا. ده غير جمهورية أرض الصومال. أعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال سنة 1991 بعد انهيار الحكومة المركزية، وهي بتعتبر نفسها دولة مستقلة من ساعتها. عندها حكومة منتخبة ديمقراطيا ونظام فعال 100% وفل الفل، لكن العالم بيعتبرها جزء من الصومال. وبرضه عندك جمهورية أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللي أعلنوا عن استقلالهم عن جورجيا، وبتدعمهم روسيا في الانفصال ده. وبالرغم من إن في شوية دول معترفة بيهم، بس المجتمع الدولي الكبير لسه لحد دلوقتي بيعتبرهم جزء من جورجيا. أما بقى قبرص الشمالية فهي أعلنت عن استقلالها سنة 1983 بدعم من تركيا، بس محدش معترف بيها خالص غير تركيا. والنزاع اللي بين اليونانيين والأتراك في قبرص هو سبب الانقسام ده. اتكلمنا من شوية عن 4 دول مش معترف بيها، بس تحس كده انهم مش معروفين قوي. لكن في دولة بقى مشهورة جدا جدا وبرضه مش معترف بيها، وهي تايوان. بالرغم من انها بتتمتع بحكومة مستقلة وشغالة كدولة ذات سيادة من ساعة نهاية الحرب الأهلية الصينية في سنة 1949، بس معظم دول العالم مش بيعترفوا بيها كدولة مستقلة رسميا بسبب الضغوط السياسية من جمهورية الصين الشعبية. ومن أسباب عدم الاعتراف ده إن الصين بتعتبر تايوان جزء من أراضيها بموجب مبدأ صين واحدة، وبترفض أي اعتراف دولي بتايوان كدولة مستقلة. ده غير إن معظم الدول بما فيهم الولايات المتحدة وشوية من دول الاتحاد الأوروبي بتتبع سياسة صين واحدة، وبتحافظ على علاقات غير رسمية مع تايوان بس. طب ايه وضع تايوان دلوقتي؟ تايوان عندها حكومة ديمقراطية مستقلة وجيش وعملة خاصة بيها اللي هي الدولار التايواني، وبتعد تايوان من أكبر الاقتصادات العالمية، وبتلعب دور حيوي في صناعة التكنولوجيا وخصوصا في إنتاج أشباه الموصلات. واللي ما يعرفش ايه هي أشباه الموصلات فهي أجزاء إلكترونية زي الترانزستور والمقاومات اللي بتبقى في اللوحات الإلكترونية. المهم، رغم عدم الاعتراف الرسمي بتايوان من الأمم المتحدة أو معظم الدول، إلا إنها بتحظى بدعم دولي غير مباشر، وبتتمتع بعلاقات اقتصادية وثقافية قوية مع كتير من الدول. وتايوان هي مثال بارز على كيفية وجود دولة غير معترف بيها بشكل كامل. لكن هي مش هتسكت، وهتفضل تواصل العمل كدولة مستقلة، وهتلعب دور مهم في السياسة والاقتصاد العالمي. طيب ليه المجتمع الدولي مش بيعترف بالدول دي؟ أولاً بيرجع للعوامل السياسية. طيب يعني إيه الكلام ده؟ الاعتراف بالدول بيعتمد على المصالح السياسية للدول الكبرى، يعني لو كان الاعتراف بدولة ما هيأثر بشكل سلبي على مصالح دول تانية، فممكن جدا ترفض الدول دي الاعتراف بيها. تاني حاجة، النزاعات الإقليمية. غالباً بتنشأ الدول اللي مش معترف بيها دي في مناطق نزاع، فبتعلن جماعة معينة استقلالها عن دولة أكبر، والنزاعات دي بتكون سبب إن الدول التانية ما تعترفش بالدولة دي علشان ما تتورطش في مشاكل سياسية أو دبلوماسية. تالت حاجة، الاعتراف الدولي. الاعتراف بدولة جديدة بيفتح المجال قدام مشاكل قانونية دولية، وساعتها هيبقى في مجموعات تانية في مناطق مختلفة هتبقى عاوزة تستقل برضو بنفس الطريقة.
يا ترى العيشة أو الحياة في الدول اللي مش معترف بيها دي بتكون عاملة إزاي؟ رغم عدم الاعتراف الدولي بس كتير من الدول دي بتعيش بشكل طبيعي، ليها حكومات وقوات أمن وجوازات سفر عادي جدا، بس بيبقى في صعوبات كبيرة في التعامل التجاري والدبلوماسي. والدول اللي مش معترف بيها دي بتواجه تحديات علشان المساعدات الدولية وصعوبة في التجارة الخارجية، ده غير إنها مش بتقدر تشارك في المنظمات الدولية زي الأمم المتحدة. طب هل ممكن الأمور تتغير والدول دي يبقى معترف بيها رسميا؟ ممكن شوية من الدول دي تتمكن من إن يعترف بيها دوليا في المستقبل لو اتغيرت الظروف السياسية، يعني مثلا لو وصلوا لاتفاقيات سلام أو اتغيرت موازين القوى في المنطقة. وأكيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برضو ليهم دور مهم، يعني ممكن يتدخل المجتمع الدولي علشان يحل النزاعات أو يتوسط في مفاوضات ممكن تؤدي في النهاية للاعتراف ببعض الدول، بس ده هيتطلب موافقة الأطراف كلها. في سؤال مهم جدا دلوقتي، هل في دول جديدة لحد دلوقتي مش معترف بيها؟ الإجابة أيوة، في شوية دول أعلنوا عن استقلالهم في السنوات الأخيرة، ولكن مسألة الاعتراف الدولي بالدول دي بيختلف. في بعض الأحيان بيتم الإعلان عن دول جديدة نتيجة نزاعات أو حركات انفصالية، ولكن دايما بيتم الاعتراف بيها رسميا من المجتمع الدولي. ومن ضمن الدول دي جنوب السودان اللي أعلنت عن استقلالها في 9 يوليو 2011. جنوب السودان هي أحدث دولة تم الاعتراف بيها دوليا، انفصلت عن السودان بعد نزاع طويل وحرب أهلية استمرت لسنين كتير، وبقت جنوب السودان دولة مستقلة بعد استفتاء شعبي نال فيه الاستقلال دعم ساحق من المواطنين. وعلى الرغم من الاستقلال بس الدولة بتعاني من صراعات داخلية ونقص في البنية التحتية وأزمات إنسانية. بس اللي أحدث من جنوب السودان بقى هم دونيتسك ولوجانسك اللي أعلنوا عن استقلالهم بعد النزاع في شرق أوكرانيا سنة 2014، ولكن حصلوا على اعتراف رسمي بس من روسيا وشوية حلفاء تانيين بس في فبراير سنة 2022، ومعظم الدول بيعتبروهم جزء من أوكرانيا. والدولتين دول موجودين في شرق أوكرانيا وليهم علاقة مباشرة بالصراع الروسي الأوكراني اللي تصاعد بشكل كبير في سنة 2022. وخلي بالك إن تشكيل الدول الجديدة بيعتمد غالبا على الحركات الانفصالية والنزاعات الداخلية أو تدخلات القوى الدولية. ورغم إن بعض الكيانات ممكن إنها تعلن استقلالها، إلا إن الاعتراف الدولي هو العامل الأساسي اللي بيحدد مدى شرعية الدول دي في المجتمع الدولي الرسمي. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.